سونغ جي هون سائق سيارة أجرة يعيش أسوأ مراحل حياته، يعاني من الديون المتراكمة لصالح مقرضين خطيرين ومنفصل عن ابنته، بالإضافة إلى إدمانه القمار. في إحدى اللحظات الصعبة يعرض عليه غريب لاعب لعبة بسيطة تسمى دوك جي مقابل المال. عندما يثير العرض اهتمام جي هون، يمنح فرصة للفوز بمبلغ أكبر عبر المشاركة في ألعاب ذات رهانات خطيرة. يوافق جي هون ليتم تخديره ويستيقظ في مكان ضخم يضم 555 شخصا آخرين، جميعهم يرتدون بدلات رياضية خضراء ويعرفون بأرقام مميزة، بينما يمنح جي هون الرقم 456. يدرك اللاعبون أنهم محاصرون في موقع مجهول تحت حراسة مشددة من حراس ملثمين ببدلات وردية. يعلن أن عليهم خوض سلسلة من 6 ألعاب خلال 6 أيام للفوز بمليارات الوون. يلتقي جي هون بصديق طفولته تشو سانغ وو الذي يحمل الرقم 218 ويكون أيضا لاعبا في هذه الألعاب. يصبح الثنائي صديقين للاعب المسن هو إل نام اللاعب رقم 001 ويتفقون على مساعدة بعضهم. يلتقي جي هون كذلك باللاعبة 067 كانغ ساي بيوك التي سرقت منه أمواله الأخيرة. يتم توجيه اللاعبين نحو أول لعبة وهي نسخة قاتلة من الضوء الأحمر والضوء الأخضر، حيث يجب الركض عندما تعلن دمية ميكانيكية الضوء الأخضر والتوقف عندما تعلن الضوء الأحمر. تكشف اللعبة عن طبيعتها المكره من هذه اللعبة وهم مدركون تماما لخطر الموت الذي ينتظرهم. يصوت اللاعبون بأغلبية لإيقاف الألعاب ويتم إطلاق سراحهم دون حصولهم على أي أموال. يحاول جي هون إبلاغ الشرطة لكن لا أحد يصدقه باستثناء المحقق هوانغ جون، هو الذي يبحث عن شقيقه المفقود بعد تلقيه دعوة مشابهة. يعود معظم اللاعبين طوعا إلى الألعاب رغم المخاطر بحثا عن حل لمشاكلهم المالية، بينما يخفي المحقق جون هو هويته وينتحل صفة حارس. يكتشف أن الألعاب تدار على جزيرة نائية وأن الحراس يتاجرون بأعضاء اللاعبين المتوفين، كما يكتشف أن هذه الألعاب مستمرة منذ أكثر من 30 عاما وأن شقيقه كان فائزا سابقا. يصطدم جون هو بالحقيقة الصادمة عندما يكشف قائد الحراس عن هويته كونه شقيقه. أين هو؟ يحاول أين هو تجنيده للإشراف على الألعاب. صحبه التقدم في الألعاب رغم الخطر. اللعبة الثانية تتطلب من كل لاعب اختيار شكل من بين دائرة، نجمة، مثلث أو مظلة، ثم قطع هذا الشكل من بسكويت هش. يختار جي هون عن طريق الخطأ الشكل الأصعب، المظلة، لكنه يتمكن من اجتياز المهمة بنجاح مع جميع حلفائه. بعد انتهاء اللعبة الثانية يقوم اللاعب العدائي 101 دوك سو بقتل، مما يشجع دوك سو على قتل المزيد لتسهيل فوزه. يشكل دوك سو تحالفا مع لاعبين يتشاركون فكرته ويبدأون أعمال الشغب. إلى اللعبة الثالثة لعبة شد الحبل، حيث يجب تشكيل فرق من 10 لاعبين إلى فريق أقوى. على الرغم من ضعف فريق جي هون نظريا، يتمكنون من الفوز بفضل استراتيجية ذكية من اللاعب المسن إل نام. تبدأ اللعبة الرابعة بتكليف كل لاعب باختيار شريك. يتحالف جي هون مع إل نام بينما يتحالف سانغ وو مع علي. يمنح اللاعبون أكياس مليئة بالكرات الزجاجية ويطلب منهم الاستيلاء على جميع كرات شريكهم بحلول نهاية الوقت. تكون الصدمة كبيرة عندما يدرك اللاعبون أن عليهم التنافس ضد شركائهم. يخدع سانغ وو صديقه علي ليسلب منه كراته، بينما يستغل جي هون ضعف ذاكرة إل نام للفوز. مع نهاية اللعبة يعترف إل نام بأنه سمح لجي هون بالفوز كونه يعتبره صديقا، لكنه يموت بعد خسارته. يتبقى 16 لاعبا فقط للعبة الخامسة. عبور جسر زجاجي يتكون من ألواح، بعضها يتحمل الوزن والبعض الآخر ينكسر ويسبب السقوط والموت. يتعين على اللاعبين عبور الجسر بترتيب عشوائي حيث يتساقط العديد منهم. يرفض دوك سو التقدم ويأمر اللاعبين بالمخاطرة بأنفسهم، تنتقم مينيو منه بإسقاطه معها من الجسر. يواصل سانغ وو البقاء على قيد الحياة من خلال دفع اللاعبين للكشف عن الطريق الصحيح حتى يتبقى هو وجي هون وكانغ ساي بيوك فقط. يدرك جي هون أن سانغ وو مستعد لفعل أي شيء للبقاء حتى لو كان ذلك يعني قتل حلفائه. يتمكن من أخذ الجائزة. يرفض سانغ وو هذا العرض ويضحي بنفسه، مما يجعل جي هون الفائز بالمبلغ الكبير. يعود جي هون إلى منزله ليكتشف وفاة والدته خلال غيابه. بعد عام يصبح ثريا، لكنه يعاني من صدمة نفسية تمنعه من استخدام أمواله. يتلقى دعوة للقاء إل نام الذي نجى بطريقة ما، لكنه الآن على فراش الموت. يكشف إل نام أنه العقل المدبر وراء الألعاب وقد أسسها لتسلية الأثرياء. يقدم لإل نام رهانا أخيرا. هل سيساعد أحد المارة رجلا مخمورا قبل منتصف الليل؟ يقبل جي هون الرهان ويسعد عندما يرى المارة يساعدون الرجل المخمور. يموت إل نام بعد خسارته رهانه واستعادة ثقته بالإنسانية. يقوم جي هون بإنقاذ شقيق ساي بيوك اليتيم ويضعه في رعاية والدة سانغ وو، مانحا كلاهما جزءا من أمواله. بينما يستعد جي هون للسفر لرؤية ابنته ومحاولة إصلاح العلاقة معها، يشهد تجنيد شخص جديد للمشاركة في اللعبة القادمة. يقرر التخلي عن خططه ويختار التسلل إلى اللعبة الجديدة لوقف دورة العنف.